طريقة تنفس معينة لو عملتها هتشيل التوتر نهائيا. كنت قلت لكم الفيديو اللي فات ان انا هقول لكم على طريقة تنفس لو عملتوها مرة واحدة او مرتين بالكتير هتشيل اي توتر من عليك في وقتها. الموضوع بيبقى عبارة عن حاجة اسمها الاستنشاق المزدوج، بمعنى ان انت بتستنشق هواء مرتين، يعني بتاخد شهيق مرتين مقابل زفير واحد طويل، ولازم يكون الشهيق الاولاني أطول من التاني، يعني بالشكل ده بالظبط. طيب ايه فايدة الشهيق التاني الصغير ده؟ ده ليه أهمية كبيرة جدا، وده بناء على الكلام اللي قاله عالم الأعصاب الأمريكي أندرو هوبرمان. قال إن فايدة الاستنشاق الصغير اللي هو التاني إن أنت جوه الرئتين بتوعك مش بس بيكون فيه كيسين هوا كبار، لا ده جوه الكيسين دول فيه ملايين من الأكياس الصغيرة، فلما أنت بتعمل الاستنشاق الصغير ده أنت كده بتملى هوا جوه كيس من الأكياس الصغيرة دي، فده بيساعد انك تخرج ثاني اكسيد الكربون بصورة اكبر، فالتوتر بيخرج منك اكتر مع الزفير.